السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحه واحسن حال. لو انتوا لاول مره بتشوفوني، دي قناه منوعات فاديه، نقدم لكم كله فيها وصفه سهله وبسيطه وغير مكلفه. وحتى لو اتكلفت فبتزيد حاجه ايه بسيطه كده في ظل الاسعار اللي احنا فيها. معايا بقى هنا هنعمل ايه؟ عرق لحمه كداب. طبعا هو مش كداب، هو فيه لحمه، بس ايه ده بيختلف عن العرق اللي احنا بنجيبه من عند الجزار اللي احنا بنوصي عليه. وهنعمله بقى ايه بحاجة بسيطة كده برضو. معايا هنا نص كيلو لحمة، معايا بصلة كبيرة، بيضة، نص كوباية بقسماط، معلقة نشا، حوالي 3 فصوص ثوم مهروسين. طبعا الثوم ده عشان انا مفرزاه، بس بجد معلقة النشا ده هتفرق معاكي. مش عندك مفيش مشكلة، بس هتفرق معاكي في الوصفة، هتخليها متماسكة وجميلة معاكي. معايا هنا شوية ملح، فصين حبهان، شوية بهارات لحمة، شوية من 7 البهارات، شوية فلفل أسمر، شوية كمون. وطبعا ما نزودش ملح كتير عشان ايه البهارات بتاعتنا تبقى مملحه. هشيل بقى الحاجه دي بتاعتي دي كده على جنب، واجيب الكبه بتاعتي بقى ايه، هقطع فيها البصله بتاعتي دي. هديلها كده فرمه كده في الاول، بحيث ان هي ايه كل ما افرمها كل ما هتنعم معايا، ما تبقاش باينه معايا في العرق التاني. فهقطعها بقى وافرمها في الكبه كده الاول. فرمتها كده، لسه ما نعمتش قوي، انا عايزاها تنعم عن كده كمان، فكل ما هضيف حاجه معاها هتنعم. فهنزل بقى بمعلقه النشا، وهنزل بالبهارات بتاعتي والثوم. هافتح بقى الحبهان، لو انت عندك حبهان مطحون تمام حطيه، مفيش مش مشكلة، افتحيه وفضي اللي في قلبه كده. عايزة تحطيه بالقشر برضو مفيش مشكلة. دلوقتي انت تروحي تجيبي عرق اللحمة، يعني شوفوا ما شاء الله كيلو اللحمة وصل لكام، على حسب بقى المكان اللي انت موجودة فيه. يعني احنا عندنا هنا ب 260 جنيه كيلو اللحمة. فبتروحي بتجيبي بقى عرق اللحمة ده، طبعا بيبقى اغلى، طبعا لحمته بتبقى اغلى من اللحمة البلدي اللي هي الايه العادية. غير ان انتي بتوصيه لا موجود، هيجي بكره لا بعده، فبتروحي له يعني ايه كذا كذا مكان كده عشان تعرفي تجيبي العرق كويس. فقلنا بقى ايه هنصرف نفسنا ونعمله بايه باللحمه المفرومه اللي موجوده عندنا. هكسر بقى البيضه كده كمان، وهديلهم كده برضو ايه فرمه في الكبه بحيث ان هم ينعموا معايا كده. وبعدين هنزل باللحمه افرمهم مع بعض برضو. يعني كل ما انت تفرميه في الكبه كل ما ايه هيبقى ايه ناعم وحلو جدا معاكي. دلوقتي بقى ايه انا الكبه بتاعتي مشكلتها ان هي ايه ما شاء الله هي كويسه بتفرم كويس، بس مساحتها إيه صغيره ما بتاخدش كتير. فانا بقى ايه هبتدي بقى ان انا ايه اقسم البقسماط والبصله بقى والحاجه دي كلها، يعني ايه على مرتين، بحيث ان انا ايه في كل شويه من دول اخد حته لحمه افرمها معاهم. قسمتهم كده على ايه نصين. فهبتدي بقى ان انا انزل بنص اللحمه كده، وهديلها برضو فرمه. طبعا بقى لو وصلتي الاول كده وعجبك بقى الكلام ده كده والحوار ده كله، اعملي لي لايك بقى عشان ايه يرفع من الفيديو، واشتركي في القناة لو انت اول مرة بتشوفيني. وطبعا لو الفيديو عجبك شيريه بينك وبين اصحابك. زي ما شايفين كده بفضل بقى ضرباها كده لحد ما تنعم خالص، والانسجة بتاعت اللحمة بقى ايه كلها تتمسك في بعضها كده. فهنزل بقى هنا على السكينة برضو عشان ايه اعمل الدور التاني اللحمة. ما فيش كبة متوفرة وعايز تعمليها بإيدك، هتعجنيها بإيدك بقى لحد برضو ما تبقى ايه بنفس القوام ده كده. إيه خلاص بقى انا هنا خلصت. يعني شايفين ده بقى الجزء التاني، هفضيه بقى كده. إيه هنا بقى ايه في المرحلة الجاية دي بقى اختياري ليكي بصراحة، بس ايه المتوفر عندك اعمليه. يعني انا ما بصعبش عليكي حاجة، اللي يريحك اعمليه، الاسهل ليكي اعمليه. فانا بالنسبة لي انا مجربة قبل كده ان انا ايه اعمله بطريقتين، بس اسهل طريقه اللي انا هعملها دلوقتي فانا بسهلها عليكي، بحيث ان انت ايه يعني ما تقفش عليكي حاجه وما تكسليش ان انت تعملي الوصفه. دلوقتي هخلط دول كده برضو ايه هلمهم كده على في بعض. معايا هنا بقى ايه معايا هنا عارفين قالب الكيك اللي هو الكيك الانجليش ده، هجيبه وهحط فيه ده. بس في الاول هفرد فيه ارضيه القالب بتاعي كده حته ورقه فويل،
وكيس من بتاع التلاجة. عندك ورق زبدة حطي، ما عندكيش ما اعملي زي ما انا عملت كده. هانزل بقى باللحمة وهاضغطها بقى كده جامد في قلب القالب عشان تاخد شكل القالب كده، عشان احنا عارفين ان اللحمة هتكش فمن الدهون اللي فيها. فهابتدي بقى ان انا ايه اعملها كده، واخليها بقى تاخد شكل القالب ايه ويعني ايه اكبسها كده كويس، بحيث ان ميبقاش فيها فراغات، عشان لو فيها فراغات واللحمة بقى بتكش فهتبقى مفرغة من جوه وهيبقى شكلها مش ظريف ولا احسن حاجة بصراحة. فاعملي زي ما انا بقولك كده. عندك بقى عايزة تعمليها زي اللانشون ونفس طريقة اللانشون، مفيش مشكلة، هتحطيها بقى في كيس تلاجة أو ورق استرتش ومعاه ورق زبدة، وهتقومي بقى جايبة ورق فويل لفاها فيه زي ايه الرول بتاع اللانشون كده. ودي برضو طريقة سهلة، بس بالنسبة لي يعني إيه أنا بسهل عليكي، مفيش الورق، وبدل ما تقعدي بقى تلفي وتوجعي في دماغك فهتعملي نفس اللي أنا عملته كده. إيه تمام مفيش مشكلة. عايزة تعملي اعملي اللي انت اللي يريحك يعني. فهفضل بقى ان انا اكبس بيها فيها كده. وبرضو في المرحلة التالتة بتاعة الفرن دي أو التسوية، برضو في مرحلتين اعملي اللي يريحك منها. ممكن ندخلها الفرن كده نغطيها بالورق الفويل وندخلها الفرن، ماشي. بس الفرن ممكن تتحرق منك، هتنشف منك شوية لو ما خلتيش بالك منها وفضلت تبص عليها كل شوية. انما ان انتي تحطي تغلي شوية مية في الكاتل او في حلة على النار او في صينية، وتنزلي بقى تحطي فيها القالب بتاعك ده او الرول لو انت عامله رول. هتنزلي وتقلبيها بقى كل شويه ايه زي اللانشون كده. دي اسهل بالنسبه لك يعني. واللي يريحك يعني، انا بديكي افكار وانت اللي تلاقيه مناسب ليكي او مريح ليكي اعمليه. فاحنا بصراحه يعني جربنا كل الطرق، فاحنا بالنسبه لي دلوقتي ان انا ايه خلاص هعملها كده وهحطها في الميه. انا مسخنه ميه دلوقتي على النار في صينيه، حطيت بقى هنا غطيت وشها كده بحته كيس برضو من بتاع التلاجة، وهحط بقى ورق فويل هنا كده برضو عشان ايه يعني ايه يحكمها كده وما يدخلهاش بقى ميه ولا بخار ولا كده. هقفلها بقى كده كويس، وزي ما قلت لكم بقى هنا معايا دي بقى مرحله بقى التسويه. حاطه بقى ميه في الصينيه هنا كانت مغليه، هنزل بقى بالقالب بتاعي كده وهسيبها على النار مده ساعه. ساعه بالظبط، مش هاجي جنبها ولا اي حاجه. هلاحظ بس لو الميه بتنشف هزود الميه عشان برضو ايه يعني يبقى السوا مظبوط بتاعي. هاسيبها بقى اغطيها بقى بصينية كده على النار واسيبها بقى ايه تكمل بقى سواها كده ايه مع بعضها. هنا بقى كنت سبت خلاص سبتها بقى ان هي بردت شوية عشان ايه اعرف ان انا افتحها معاكم وكده. ما كنتش بقى ايه فتحت عليها برضو الله مرة واحدة بس شفتها ان هي استوت ولا لا. بس كانت الحمد لله بعد الساعة يعني خلاص كانت النتيجة تماما مظبوطة معايا. وهشيلها بقى من المية هنا، وهابتدي بقى ان انا افتح الورقة دي وهنشوف شكلها بجد ولا ريحتها، وريحة البهارات بتاعتها كانت جميلة جدا. وهتقدميها واللي هياكلها ولا والله مش هيلاحظ ان هي ايه لحمة مفرومة وعاملينها عرق كداب ولا حاجة. يعني هي بتبقى متماسكة ما شاء الله زي اللحمة. شايفين هنا البخار برضو لسه طالع. بشيل بقى الكيس بتاعي. إيه شايفين ان هي ايه ما لزقتش اللحمة، كشت شوية بس ما كشتش كتير على فكرة. يعني شايفين هي سابت القالب بتاعي إيه كده. فهنا بقى هاسيبها بقى ان هي ايه طلعتها كده، سبتها بقى تتهوى شوية. وجبت بقى هنا معلقة سمنة بلدي بقى كده أو معلقة زبدة. طبعا بقى السمنة البلدي احنا عاملينها هنا في البيت، ده مش فحطينا في برطمان صلصة مفيش مشكلة. فهنا بقى ايه معلقة سمنة كده بقى ايه وعلى وشها كده عشان ندخلها بقى ايه الفرن تاخد وش. عايزة تسيبيها كده مفيش مشكلة، هي لونها كده كويس بس احنا بنحبها محمرة زيادة شوية. بدهن بقى وشها كده والجنوب بقى كده كلها عشان تاخد لون حلو كده، وحتة السمنة البلدي بقى دي تديلها طعم كده كويس. وبعدين بدخلها الفرن بقى تاخد لون كده معايا. اهم حاجة بقى في اللحمة دي ان انتي بقى بتسيبيها ما بتقطعهاش الا لما تبرد خالص عشان ما تفرولش منك ولا ايه تتكسر. يعني بعد ما بتطلعيها من الفرن بتسيبيها مثلا ايه نص ساعة كده تبرد، وبعدين ايه حطيها في التلاجة بقى. عايزة تبيتيها بقى في التلاجة إيه هتاكليها بقى تاني يوم مفيش مشكلة. هتبقى النتيجة كده كويسة معاكِ، هي كل ما هي تبرد كل ما هتدّيكِ نتيجة حلوة في التقطيع وفي التقديم، وتقديمها هيبقى شكله حلو. أخدت اللون ده بقى دخّلتها هنا تحت الشواية، أخدت اللون الجميل ده بقى،
هوريكم بقى ان انا ايه سبتها هنا بقى تبرد شويه. طبعا انا ما استنيتش عليها ولا بقيتها في التلاجة بصراحه، لان احنا خلاص يعني ايه كنت بعملها هناكلها في نفس اليوم. انما بقى انت لو انت بقى عندك وقت عايز تعمليها وتسيبيها في التلاجة مفيش مشكله. هتطلعيها مثلا هتسخنيها في الميكرويف شويه، تمام مفيش مشكله. تدخليها تحت شوايه الفرن مفيش مشكله. إيه عندك عزومه وعايز تعمليها على بيات بتنفع برضو، هتعمليها على بيات وتطلعيها زي ما انا قلت لك. ان هي ميزتها ان هي بتتقدم ايه بارده، حتى كمان لو هتاكليها ايه هتطلعيها من التلاجة وهتاكليها هتبقى جميله جدا. هنا بقى ايه، انا عشان برضو انا قلت لكم ان انا بقطعها في نفس اليوم، فكانت عايزه ان هي تقعد في التلاجة، بس برضو متماسكه وحلوه جدا. اتمنى بقى ان انتي لو وصلتي برضو معايا من الوقت من هنا لحد الفيديو لحد هنا تعملي لي لايك كده زي جميل زي كده، وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتشاري الفيديو بينك وبين اصحابك. وابدعي بقى انتي بقى في التقديم بقى بتاعك وكده. شايفين ما شاء الله جميله جدا، والطعم بقى والريحه روعه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.